لو لقيت حد هكمل، ما لقيتش حد هقفل. انا لايف يا جماعه، اللي موجود يخش ويقول لي عشان اعرفكم انا فين. اولا تعالوا دوقوا معايا، اولا كل سنه طيبين. طلبت لوتس، فطرنا خلاص. انا ما صمتش كتير يا جماعه برضه، خلينا معترفين، في اوقات كده كنت فتره فيها، بس صمت الحمد لله يعني. ده لوتس، ده ميلك تشيك لوتس. احب اوريكم هاني طلب ايه. هاني معترض النهارده مش هيطلع لايف يا جماعه، فاحنا مش هندخله معانا في اللايف، هنعاقبه ونسيبه بره اللايف. طلب زبادي بلو بيري. احنا قعدنا في مكان شكله شيك قوي. انتوا عارفين احنا على طول بنعدي المكان ده نلاقي بره عربيات حلوه قوي وموديلات عاليه قوي وحاجه كده وهم يعني، فنقعد نقول الله نفسنا نقعد في المكان ده. فهني بقى النهارده دلعني اخر دلع وقعدني فيه. احنا سايبين الفاتوره في الاخر، انا ممكن اقوم واسيبه هو براحته في الاخر. هتحاسب انت ولا روح الحمام؟ هو اللي عزم على فكره، وقال لي عشان يوم عيد. خلاص ما دام عزمت استحمل. اللي دخل بقى معايا اللايف يقول لي عشان انا مش شايفه اي حاجه، لان في كونكشن. انا بوظت كل حاجه في الاكل النهارده. تفتكروا لو سقيتها في الميلك تشيك هيبقى شكلي وحش؟ يبقى شكلك وحش. خلي بالكم انا مش شايفه مين بيخش، غير يعني بيبان لي رقم بس انا مش شايفه مين اللي الناس. فاللي يخش بقى عايز يكتب حاجه يقول لي عشان اعرف هو مين اللي معايا في اللايف. الله. لا مش سهل. طب البسكوته وقعت جوه، اعمل انا ايه؟ بحب اللوتس. مش بحب اللوتس، زهقت واديتها له. عايزين تعرفوا المكان فين؟ هقول لكم بقى، اللي يسأل بقى هقول لكم فين. اسمه مترو بليد. اسمه مترو بليد. لا انا كنت عارفه ان اسمه زمون. بصوا احنا في الكوربه، مش الكوربه، لا احنا مش في الكوربه، لا احنا قبل الكوربه. احنا في الكوربه صح؟ طيب احنا في الكوربه في مكان اسمه مترو بليد. معرفش هو هاني اللي بيقول لي اسمه، بس انا وانتي طيبه روحي. ازيك يا منرفه، عامله ايه؟ كل سنه وانتم طيبين حبيبتي. هو احنا في الكوربه قبل ما تطلعوا على بلبن وانت طيب استاذ محمد. المكان ده رائع يا جماعه، مش قادره اقول لكم بجد المكان نضيف ازاي. تقريبا اول واخر مره هنقعد فيه. طب انا دلوقتي البسكوته وقعت جوه الميلك تشيك، تفتكروا اعمل ايه؟ انتوا عارفين انا لو خدتها من جوه كده ومديت ايدي هاني هيقوم يسيب لي الترابيزه. يا نهار اسود. طب اعمل ايه؟ اجيبها ازاي؟ طب انجزي في السريع، اخلصي. اشيل البسكوته؟ لا خلصي يعني. لا خدها يعني. يلا خلصي على بقى واحد وخلصي. طب استنى ما الناس تقعد، عمال يقول لي خدي البسكوته، مش عارفه اعمل ايه. عادي يا جماعه يعني، انا مش قاعده جنب امينه شلبايه يعني، وبرده مش معفنه في نفس الوقت يعني. بسكوته وقعت جوه هسيبها يعني؟ عادي يعني. حاطين مناديل عشان عارفين اشكالي. بس حسيتوا بحاجه؟ الناس بتعمل كده بعد ما بتاكل، عادي جدا. المكان حلو قوي، لو عايزين يعني خروجه كده جامده ضحوا بفلوسكم شويه وتعالوا اقعدوا هنا. عايزه اوريكم المنظر. بصوا هو في اوبن اريا وفي جوه، لو عايزين تقعدوا جوه، بس هي القعده بره، القعده بره حلوه قوي. هاني هيتبرى مني يا جماعه وهيقوم يسيب لي الترابيزه. هو عايز يقطع علاقته بيا خلاص من ساعه ما بقيت بلوجر، مش عايز يعرفني. طلعي ممكن اجيب الكاميرا؟ ربنا كمان. لو ربنا عنده. كل سنه وانت واستاذ هاني والاولاد بخير يا رب، وانت طيب يا دكتور هاني، ربنا يخليك. والنبي يا دكتور هاني تقول له وصيه عليا شويه، عشان هو حاسس ان انا البلوجر دي يعني ضايقاه نفسيا،
فقلت له مالك أنا قلت إن هي البلوجر دي نفسياً. وحشة؟ لا بص هو حابب اللي انا بعمله واللي بقدمه كل حاجه، بس هو عشان مش بيحب يطلع معايا في الكاميرا خالص، ودي حاجه مضايقاني، انا مش عارفه اعمل ايه. انصحه دكتور هاني والله وقول له حاجه. ازيك يا دكتور؟ تخيل دكتور. دخل مخصوص عشان خاطرك اهو، صديقي. بيقول لك ازيك يا دكتور، وحشتنا بامانه جدا انت والمدام. انا عاجبني الميلك شيك قوي. انا اتنكشت عقبال ما جيت. انت معاكي عسل كفايه اسمه. طبعا هو ده اللي انا قلت لك شجعه، رايح تقول لك كفايه اسمه. انتوا شبه بعض في الاسماء، وكمان شبه بعض في نفس البرج. انتوا متخيلين نفس البرج بالظبط، انتوا الاثنين الحمل. وعيد الميلاد. وعيد الميلاد صحيح. انا مش راح اشتكي لك انت كمان، طب ما انت اكيد هتقف في صفه طبعا. بيقول لك ازيك يا غالي. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ منال بتسلم عليك، سلمي عليها قوي. مش متخيل، وحشاني جدا لما شفت صورتكم بامانه، كنت وحشاني جدا. تعالوا اقعدوا معانا يا دكتور، اوعى تقولوا ان انتوا قاعدين في البيت، تعالوا اقعدوا معانا، المكان قريب جدا. بص بيقول لي ايوه انا بحبه جدا، وهو كمان بيحبك فطبعا. وانا كمان والله. مع اساسك انت عارفه يا دكتور والله. مشاعر متبادله. خلاص يا دكتور انا هطلع انا من الموضوع، خلاص انا اسفه. لا، أنت جبتك من يا عبد اللايف. المعين تعيني. لا انت من اللايف وانا هخش انا والدكتور دلوقتي. شايف بيقول لي اطلع انت من اللايف وانا اخش انا والدكتور. كل سنه وانت طيبه بخير وصحه وسعاده. وانت طيب يا استاذ حمدي، ربنا يخليك. الناس يا جماعه لسه بتاكل تقريبا، فما فيش ناس قاعده كتير على الفيس. احنا لسه داخلين البيت والولاد ناموا، خلاص سيبوهم نايمين بقى وتعالوا تنزلوا لنا. بصوا احنا الولاد واحنا عملنا كده. بس الولاد قاعدين بيلعبوا بقى، احنا عندنا ولاد عشان كبروا اسم الله عليهم، فمش بيناموا من دلوقتي. لا انت غاليه والله، الله يخليك يا رب، ما تحرمش منك. خلاص اقف في صفي بقى. الولاد بصراحه ما بيحبوش موضوع الكافيهات ده، فاحنا كنا عند بابا بقى الصبح وقضيناها، وبعد كده نزلنا انا وهاني بالليل. ما هو مش هيبقى كل الموضوع مطبخ يعني وبيت، الموضوع مرار يعني. كلتوا ايه يا دكتور صحيح؟ بخلاف اللحمه طبعا، عملتوا اكل ايه؟ اللي داخلين اللايف وعندهم العيد النهارده يقولوا لي عملوا اكل ايه؟ مش شايفني. انتوا عارفين ان انا فتحت لايف كده، عمالين نزعق انا وهو مش عايز يخش اللايف وانا مش عايز اعمل لايف، فتحت الكاميرا وجبتها علينا وطلعته بره اللايف. هعمل ايه طيب؟ بيقول لي انت شاطره جدا في السوشيال ميديا، ان شاء الله يخليك. شايف بجد ربنا يخليك. هو عارف ان انا شاطره كويسه، بس هو مش بيحب يطلع قدام الكاميرا، بس انا بحبه يبقى معايا، يعني بحبه يتعرف مع الناس اللي انا عارفاهم دول. انا بحس بسند كده جنبه، يعني انتوا فاهمين قصدي؟ انا عارفه ان انا عندي ناس محترمه جدا على الصفحه وبجد انا ما بشوفش منهم كلام وحش غير قليل قوي قوي قوي، يعني لما يكون حد ما يعرفنيش لسه. بس انا بحس ان لما بيبقى معايا بتشجع اكتر، صح؟ اي حد شغال في اي مجال يتمنى ان مراته او جوزها تبقى معاه. جوزها سلمي على جوزك يا سعيد. جوزها مين حضرتك؟ ربنا يخليك يا دكتور، والله مش عارفه اقول لك ايه. انتوا عارفين الناس كلها في الشارع تقريبا، انا حاسه الكافيهات كلها زحمه، المطاعم كلها زحمه، كل الحمل كده مش بيحبوا الكاميرا. طب انا بقى نعمل ايه؟ مش عارفه اقول لك ايه. شكرا. طمنتني. ايوه بتوع الحمل شويه مش انطوائيين، يعني مش بيحبوا فعلا الظهور. مشكله ولابد تتصلح. طيب يعني المدام اشتغل في السوشيال ميديا، يعني من واجب التشجيع يعني حتى نطلع معاها فيديو ولا اتنين. ده الناس اتحايلت عليه بامانه، اطلع وهو عسل ودمه خفيف وزي السكر اصلا. لا ما بيحبش يطلع في الكاميرا. مين اللي كان بيقول الحاجه ابو مينا؟ مين كان في حد بيقول له الحاجه ابو مينا؟ عامة انا موافق على اللقب، مش وحش. الحاجه ابو مينا. الحاجه ابو مينا. والله الجماهير كلها بتطالب بظهوره بامانه ربنا. وبعدين احنا مش بنفتح لايف كل يوم ومش بنفتح فيديوهات مع بعض كل يوم، ده هو فين وفين لما بيطلع معايا، وطول الوقت انا بشتغل لوحدي، مش بطلعه معايا.
بس انا قلت مود بقى وخروجه وجو لطيف، فقلت نفتح اللايف. هو اكيد اكتر واحد بيعمل مجهود خلف الكواليس جدا، هو خلف الكواليس جدا. جوه في الكواليس بقى نفسها مفيش، صح؟ اهو قال لي طب خلاص شكرا، احنا متشكرين على المجهود اللي خلف الكواليس ده، هنكتفي بهذا القدر. كنت بعمل خلف الكواليس، كنت بخلص خلف الكواليس، دلوقتي هي بتعمل كل حاجه. عشان كان بيعمل لي لا طبعا، على فكره هو اللي بيقول لي افكار فيديوهات كتير، وهو اللي بيشجعني اعمل فيديوهات. يعني مثلا يكون في وقت ما بشتغلش فيه، لا اشتغلي قومي. على فكره انا اوقات كتيره ببقى بروكه مش بشتغل كتير، بس انا غصب عني، بيبقى مثلا ورايا الولاد، ورايا البيت، ورايا حاجات تانية مهمه، وانا مش بحب اقصر في كل ده، فبحاول اوازن بقى. فهو اللي هيقول لي لا قومي واشتغلي وصوري. انا اصلا بيوحشني الشغل والتصوير والكلام مع الناس. انا عشان قعدت اسبوع الالام ما نزلتش حاجه وما اشتغلتش، كنت قاعده مكبوته، خصوصا بقى وراكم مذاكره وكل حاجه، اكل ومذاكره بس. كل سنه وانتم طيبين وايامكم كلها خير وبركه وسعاده. وانت طيب يا دكتور، ربنا يخليك. سلمني على منال كتير. اقفل بقى معاكم اللايف عشان انا الموبايل عندي تقريبا على 17 فهيفصل. انتوا بقى شوفوا اللايف، واللي حابب يجي المكان حلو، وبقى لو عايزين ابقى احط لكم بقى الاسعار. هو اسمه زمود، اسمه ايه؟ احنا قلنا متروبولين. انا مش راكب معايا الاسم، معرفش ليه. اسمه متروبولين، حلو كده، مكان لطيف كده، واجواء شعريه خالص. شعريه. طب اقول لهم باي باي. طيب باي. نكتفي بهذا القدر. انتوا سمعتوا قوي، سمعتوا. يلا تصبحوا على خير وكل سنه وانتم طيبين. بقى اللي هيشوف الفيديو يقول لي عملتوا اكل ايه بقى النهارده، وكفايه اطلعوا من المطبخ. اي ستات بتتفرج عليا كفايه يطلعوا من المطبخ. انا خلاص، انا قلت لهم عندي في البيت خلاص مفيش اكل لمده اسبوع، انا مش هخش مطبخ تاني. يلا كل سنه وانتم طيبين. انا اقعد بقى شويه مع بعض وبعدين نروح ننام.